ده كان إعلان في الصحف الأمريكية عام 1966. بيبيعوا بنات من فيتنام ب $6000 أيام حرب أمريكا مع فيتنام. تخيل المبلغ ده وقتها كان مبلغ بسيط مقابل اقتنائك لبنت تعمل فيها اللي انت عايزه. اتقل، التقيل جاي في القعر، ما تستعجلش. من مزايا الاعلام بقى يا معلم، البنت اللي هتجيلك دي بنت بنود، يعني ما سبقلهاش الجواز قبل كده، مفيش حد لمسها. بيروح الجيش الامريكي على فيتنام، يدخل قريه من القرى، يدور على بنت عمرها من 18 ل 20 سنه، ما سبقلهاش الجواز قبل كده، ما فيش حد لمسها، ياخدوها من اهلها غصب عنهم ويسلموها لك خلال 90 يوم، غير مكلفه، يعني ملهاش اي حقوق زي المواطنه الامريكيه. يعني تغتصبها ماشي، لو قتلتها ماشي، ما كانش في قانون بيجرم الافعال دي وقتها. اقصى عقوبه كان ممكن تاخدها غرامه بسبب اتلاف ممتلكات، ولو هربت منك خلال السنه المتعاقد عليها يجيبوا لك عليها بنت هديه. انا عمري ما شفت في حياتي انعدام لحقوق المراه وحقوق الانسان اكتر من القذاره والبشاعه دي. كانوا ضباط الجيش الامريكي هم اللي كانوا بيشرفوا على شبكات تجاره البشر والدعاره دي، كانوا بيصدروهم بره لدول زي اليابان واستراليا تحت اشراف وزاره الحرب الامريكيه. كانت الممارسات دي بتتنشر كل يوم في الصحف والمجلات الامريكيه، يعني كان الراي العام على علم بيها وموافق عليها. لكم ان تتخيلوا ان ده التاريخ الحديث لامريكا، يعني من حوالي 55 سنه. يمكن في ناس كتير عصروا الاحداث ديت وعايشين في وسطنا وموجودين وعلى قيد الحياه. دلوقتي بيطلعوا لنا في المحاضرات وعلى القنوات بيكلمونا عن حقوق المراه وحقوق الانسان، ويهاجموا الاسلام وشريعته ويقولوا انه اهان المراه وضيع حقوقها. لكن للاسف في كتير بيصدقوا كلامهم وبياخدوهم مثل اعلى ليهم بحجه التقدم والتحضر